مران بدقائق قليلة جدا اشتكى إمام عاشور من تقل في السمانة. أنا بجيب لك بالتحديد بالظبط. إمام عاشور اشتكى من تقل في عضلة السمانة، وراح اتكلم على المشرف على هذه التدريبات قال له أنا عندي تقل في عضلة السمانة. الثنائي طارق حامد وحسين الشحات اشتكوا من الإجهاد، قال لك احنا مجهدين مع نهاية المران. بناء عليه خدوا الإذن وخرجوا من التدريبات. خليني اقول لك ان الثلاثه نفسهم اتفاجئوا بقرار فيتوريا، اتفاجئوا لان هم شايفين ان هم ما قصروش في حاجه. لكن عشان ابقى برضو واضح معاك، طبقا لمعلوماتنا كان في دلع. من الثلاثه كان في دلع في التدريبات شويه، اللي هو الدلع ده اللي بتاع التدريب النهارده بعد ماتش، وكان نفسنا كان في شويه دلع، وكان في غيظ من عدم المشاركه، بس كل حاجه تتحط في حجمها الطبيعي. انا بلوم بقى على فيتوريا في ايه؟ خلي بالك، لو هم اخطاوا في حق المنتخب او خرجوا عن الالتزام والانضباط، فده مش يستبعدهم بس المعسكر ده، لا ده ما يشموش تيشيرت منتخب مصر تاني. تعالى يا عم طارق، تعالى يا عم امام، تعالى يا عم حسين، انتوا ايه ما كملتوش التمرين ليه؟ ايه اللي حصل؟ يبقى في نوع من انواع المناقشه. كده نقدر نقول لمحمد حمدي باي باي حبيبي، باي باي، ولاحمد فتوح شرفت ونورت يا حبيب قلبي. الفرحه بالفوز حلوه، ولكن الفرحه دي كانت متعكره بانضمام فتوح وصبحي للمنتخب على عكس عرف الكوره، وتعكرت اكتر برد فعل بعض اللاعبين داخل المنتخب، وتعكرت اكتر واكتر باستبعاد اللعيبه دي والاعلان عن العقوبه. دخلنا في مشاكل كان سهل جدا ان احنا ما نخشش فيها، كان سهل جدا. هل انا النهارده كاتحاد كوره المفروض ان انا عشان جايب مدير فني كبير ومدير فني صاحب اسم كبير ان انا كل حاجه بيقول عليها اقول له امين؟ ولا المفروض ان انا اتحاد كوره ان انا في بعض المواقف لا لازم اقول له لو سمحت لا ما تدخلنيش في مشكله تاني، ما تدخلنيش في مشكله ليه؟ وبعدين في حاجات كده ما تفوتش عليا. يعني شفت فيديو للمتحدث الاعلامي او المنسق الاعلامي لمنتخب مصر بيتكلم في انترفيو مع اون تايم سبورتس، وبيقول بالنص بعد مؤتمر فيتوريا، بيقول انتوا عارفين حضراتكم طبعا ان ممكن تكون المشكله ما بين فتوح وصبحي ونادي الزمالك تكون مشكله تجديد، وممكن يتصالحوا بكره. طب ايه ذنب المنتخب؟ شايفين الكلام ده كلام يتقال؟ وقعت العركه ما بين اتحاد الكوره والزمالك يا جدعان، الفرخه كانت بيضها